تصريح خطير من صامويل إيتو يفاجئ به المنتخب الجزائري بعد إقصاء الكاميرون من الوصول لكأس العالم، ويعترف اعتراف تاريخي شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت سعيد بإقصاء الكاميرون فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم في ليلة تشبه العاصفة، ليلة لم يكن فيها شيء يبعث على الاطمئنان. سقط المنتخب الكاميروني من تصفيات كأس العالم، سقط بالطريقة الأقصى بالهزيمة وبالذهول وبالألم. وفي وسط هذا السواد وفي لحظة لا ينتظرها أحد، خرج رجل ليس أي رجل، صامويل إيتو الأسطورة الهداف ورئيس الاتحاد الكاميروني. خرج ليقول ما لم يجرؤ أي مسؤول إفريقي على قوله. خرج ليكسر الصمت ويفتح دفاتر قديمة بقيت مغلقة منذ ليلة كانت الأغلى والأكثر وجعاً على كل الجزائريين. اليوم إيتو يتحدث، وما سيقوله لن يمر مرور الكرام. كلماته ليست مجرد اعتراف، بل زلزال يهز القارة الإفريقية، وخنجر يغرس في قلب كل من لم ينسى ليلة الجزائر والكاميرون، ليلة بكاري غاسامة، ليلة الظلم والدموع والدعاء، حيث صرح إيتو وأدلى بتصريحات نقلتها قناة ياوندي سبورت، وقال: اليوم أشعر أن قلبي أثقل من الجبال، لا أخاف من ردود الفعل لأن الخوف انتهى. يوم خرجت الكاميرون من المونديال، اليوم سأتحدث. نعم، هذا الإقصاء موجع، لكن أعرف أن الكثيرين لن يفهموا لماذا أقول إن سبب خروجنا ليس الكونغو الديمقراطية بل الجزائر. نعم، الجزائر الظلم الذي تعرض له المنتخب الجزائري في مباراته الأخيرة أمام الكاميرون، ذلك اليوم الذي غطاه الحكم بكاري غاسامة بقراراته، ذلك اليوم لم يمر دون عقاب. ما فعله غاسامة في مباراة الجزائر لم يكن فقط خطأ، كان جريمة كروية، والكرة لا تنسى، كرة القدم لها روح، لها ميزان، وإذا اختل هذا الميزان يعود ليضربك أنت في اللحظة التي لا تتوقعها. الجزائريون حزنوا، صرخوا بكوا ودعوا علينا. نعم، قالوها علناً: الظلم لا يمر. وهذه الكلمات بقيت تطارد منتخبنا. أنا كنت شاهداً على الظلم لكنني لم أتكلم، واليوم أدفع الثمن ويدفعه معنا اللاعبون والجماهير. أريد أن أقول شيئاً للشعب الجزائري: لو عاد بي الزمن لتدخلت لتحدثت، لمنعت ذلك السيناريو المجنون الذي حرمكم من كأس العالم في قطر. منتخبكم كان يستحق المونديال لعباً باحتراف قاتل، وعندما سجل تذكر العالم كله تلك اللحظة، لكن الظلم سقط عليكم مثل السهم. لقد عانيتم، واليوم نحن ندفع ثمن ذلك. أقولها أمام إفريقيا كلها: المنتخب الجزائري اليوم هو أقوى منتخب في القارة. نعم، أقولها بلا تردد، منتخبكم تأهل للمونديال، ولم يتأهل بالصدفة بل بالقوة والإصرار. كلما شاهدت الجزائر تلعب أتساءل: كيف لم يكن هؤلاء في قطر؟ وكيف لم نتعلم نحن من تلك المباراة التي غيرت تاريخ المنتخبين؟ اليوم لا أخاف أن أقول إن الحكم غاساماً دمر كرة القدم الإفريقية، دمر فكرة العدل، خلق شرخاً في العلاقة بين الجماهير، والآن كرة القدم ردت علينا جميعاً. رسالتي للجزائر: أنا آسف لأننا لم نحميكم، وآسف لأنني لم أتكلم في وقت كان يجب أن أتكلم فيه، لكني سعيد بأنكم عدتم، سعيد بتأهلكم للمونديال. أريد أن أرى الجزائر في أعلى المستويات، أريد أن أرى محرز ورفاقه. أما نحن فسنبدأ من الصفر، سنعيد بناء كل شيء بلا ظلم وبلا خوف وبلا غسام جديد. هذا ليس تبريراً، هذا اعتراف، والاعتراف بداية الإصلاح. في لحظات قليلة قلب إيتو إفريقيا رأساً على عقب، اعتراف ألم شجاعة وجرأة لم يفعلها غيره، لكن الأهم أنه فتح باباً جديداً في علاقة الجزائر والكاميرون، باب عنوانه: الحق لا يموت والكرة لا تنسى. اللهم اجعل طريق المنتخب الجزائري نوراً ونصراً وفرحاً. اللهم احفظ لاعبيه وبارك في جهدهم وامنحهم القوة في المونديال. اللهم أرزق الجزائر الفرحة التي حرمت منها، وأعد لها المجد والابتسامة يا رب العالمين. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.